خوتي بغيتكم كاملين تدخلوا لهذا الفيديو لان صراحه بغيت نهضر في واحد الموضوع اللي مهم بزاف. باش الانسان يكون يعني كيوجد لواحد الفرحه وكيستعد لها وكيستناها، يعني هذا واحد الوقت اللي هو طويل وتجي في الاخر يعني تخسر له هاد الفرحه هادي، ولا تبغي تخلق شي حاجة اللي ما تخليش ديك اللحظة اللي كيستناها، ولا داك النهار اللي كيستناه يعني ما يدوزش كيف ما كان مخطط له ولا كيف كان باغي هو. المهم كيف ما قلت لكم خوتي، في هذا الفيديو غادي نطرقوا لبزاف ديال النقاط وغادي نهضروا على بزاف د الحوايج اللي صراحة خص الانسان يكون واعي فيهم، وقبل الانسان ما يخدم العاطفة يخدم المنطق باش ما يتصدم حتى شي واحد. لان شوفوا والله العظيم الى الظلم ظلمات يوم القيامة، راه الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد ديالو محرم. يعني ما خصنا نظلموا لا صغير ولا كبير ولا حتى شي واحد، يعني اي واحد كيف ما بغى يكون الانسان خصو دائما يقول كلمة الحق ويهدر في الحق، وما يبقاش يعني يتحيز لواحد الطرف ويضرب في طرف اخر اللي صراحة ما عامل لا بيدو ولا برجله. المهم يعني بلا ما نطول عليكم، قبل ما ندخلوا في التفاصيل هذا الفيديو كنبغي نسلم عليكم ونقول لكم كيف نتوما، لاباس عليكم بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. وقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم والبارطاج لقناتي وقناتكم بنت الشمالية. شكرا للانضمام ديالكم للقناة وشكرا للدعم والمساندة اللي لا يخطيكم. ورجعوا للموضوع ديالنا. كيف ما احنا عارفين كاملين خوتي خواتاتي بان يونس وعائشة هذا واحد الوقت اللي هو طويل، يعني كيستناو هذا النهار هذا وكيوجدوا له، وعندهم الحق الكامل انهم يكونوا فرحانين وانهم يعيشوا هذه اللحظة هذه، لان حتى هما من حقهم يفرحوا ومن حقهم يعيشوا هذه اللحظة هذه كيف ما كيعيشوها اي جوج يعني متزوجين واي جوج يعني كينتظروا المولود ديالهم. ولكن يعني خوتي خواتاتي لاحظت واحد النقطة اللي هي مهمة، يعني هذا الانسان هذا القنوات اللي ضده القنوات المحرضة ضده دائما كتبغي تضرب فيه وكتبغي تبينه بانه هو ما غاديش في الطريق الصحيحة وبانه هو اللي غلط وبانه هو اللي كيظلم. شوفوا راه انا بغيت الانسان يخدم المنطق ديالو، يعني ما يخدمش العاطفة. كنشوفوا يعني بعض القنوات اللي كتدعي انها كتدافع على وليداته، كتدافع على 4 الوليدات، كتضرب في واحد الجنين اللي باقي في الكرش ديال الام ديالو، كتضرب في واحد الجنين اللي باقي مخرج يشوف يعني حتى ضوء الدنيا. يعني هادشي هذا مازال واحد الملائكة اللي باقي صغير، باقي يعني حتى ما شفناه وجالسين كيضربوا فيه، ما كيقدروش يعني المشاعر ديال الام ديالو، ما كيخليو بشتى الطرق انهم يطيحوا ديك الانسانه ولا يجعلوها انها تخرج بواحد الصوره اللي ماشي هي هذاك. لان كيف ما قلت لكم بعض المواقف الانسان كيعطي واحد ردة الفعل اللي ماشي كتكون هي في طبيعته ولا في شخصيته. الطرف الاخر هو اللي كيجعلك يعني كيف كيستفزك حتى كيجعلك تخرج داكشي اللي ما فيكشي. يعني حاجة وحدة انا بغيت نعرف علاش هاد الحقد هذا وعلاش هاد الغل هذا وعلاش هاد السم هذا ضد هاد العائلة هذه. يعني واش يونس هو الشخص الوحيد اللي ما نجحتلوش الحياة الاولى ديالو وتفارق على ام وليداته وقرر انه يتزوج وقرر انه يبني حياة جديدة
واش غادي يخلص الضريبة د هاد الشي هذا حياته كاملة؟ فصراحة يعني ما عرفتش انا شنو الانسان يقدر يعمل في هاد المواقف بحال هادو. كيف ما قلت لكم حنا كاملين عارفين ان يونس كيوجد لهاد الحفلة وكيستعد لها، وشوف يعني كيف ما داك الوليدات عندهم حق ان الاب ديالهم يتهلا فيهم، ان الاب ديالهم يراعيهم يكون معاهم. ولكن حنا كنشوفوا الحكم الظروف، يعني حكمة الظروف ان الام والاب يتفارقوا. راه الحياة ما كتكونش طبيعية في هذا، يعني في هذا الشيء هذا. راه باش تكون الحياة طبيعية للوليدات خص الام والاب يكونوا تحت سقف واحد، يكونوا يعني ما مفارقينش. ولكن يعني ملي كتحكم الظروف وكيتفارق الاب على الام، راه اكيد واخا يبغي يونس يعمل كل ما في جهده باش يوفر داك الحياة السعيدة للاطفال، راه ما غاديش تتوفر. راه هو عامل جهده اكثر، وانما كيف ما قلت لكم يعني الظروف هي اللي حاكمه على ان يونس يكون بعيد على وليداته، وانهم ما يكونوش معاه في جميع اللحظات. واليوم خوتي خواتاتي كنشوفوا بان صراحه يعني يونس كيوجد وكيساعد لهذا النهار هذا، ولكن حتى شي واحد ما عرف شنو في الداخل ديالو، حتى شي واحد ما عرف باش كيحس هذا الانسان وليداته بعيد، يعني بعادين عليه. يعني حتى كنشوفوا بعض القنوات في عوض انها تدخل بخيط ابيض في هذا الموضوع في حال هذا وتحاول انها ما تزيدش تزند العوافي وتشعل العوافي، كنشوفوها بان بالعكس كتزيد تشعل في الميتات، وكتزيد تحرض الناس على انهم يتقلبوا ضد هاد العائله، وانهم يتفرجوش في الفيديوهات ديالو. علاش هاد الحقد هذا كامل؟ وعلاش هاد السم هذا كامل؟ يعني شنو عملت هاد العائله باش الانسان يهاجمها بهذه الطريقه هذه، ولا يحاول انه يقلب عليها الناس كامله؟ ولكن دائما انا كنقول هاد الهضره، يعني اذا عطاك الله سبحانه وتعالى القبول ويسر لك الحياه ديالك، يعني وكنتي ماشي في الطريق الصحيحه، راه ما تخافش، وما عمر ربي غادي يخيب شي واحد ماشي بنيته ولا عايش حياته ما كيأدي حتى شي واحد. راه شوف الانسان اللي ما كيأدي حتى شي واحد ما عنده مناش يخاف هذاك اللي كيضرب وكيسب وكيقذف في الشرف والعرض واحد اخر. اما بالنسبه ليونس ولا امي حاده ولا بقى الدور، راه والله العظيم كنشوفوا بان الحياه ديالهم تقلبت 180 درجه. يعني رجعت واحد الحياه اللي مليئه بالفرح مليئه بالنشاط. يعني كنشوفوا واحد الفيديوهات اللي فيها واحد الطاقه الايجابيه من نهار اللي دخلت عائشه. يعني عائشه واحد البنت اللي بنت الناس اللي بدلت داك الدار، يعني قلبت واحد الجو اللي رجع واحد الجو عائلي، واحد الجو اللي عامر بالنشاط. راه كيقولوا الربح من المراه والخساره من المراه. ولا شفتي يعني الراجل تبدلت حياته وزيانت، فاكيد عرف انه طاح في الشخص المناسب او لا طاح في الانسان المناسبه.